النهاردة مش هنتكلم عن معابد اتبنت، النهاردة هنتكلم عن ليه اتبنت وليه واقفة لحد دلوقتي. لو فاكر إن المعابد المصرية مجرد آثار، الحلقة دي مش ليك. لكن لو حابب تعرف إزاي حضارة حولت الإيمان لعلم، والعلم لحجر، والحجر لرسالة، يبقى كمل معايا. المعابد المصرية مش قليلة، إحنا بنتكلم عن أكتر من 300 معبد، ما بين معابد كاملة ومعابد مهدمة ومعابد لسه مدفونة تحت الأرض، بتطلع واحدة واحدة مع كل كشف جديد. يعني اللي شايفينه دلوقتي مش كل الحكاية، ده جزء منها. المصري القديم ما كانش بيبني معبد وخلاص، كان عنده أنواع معابد، كل نوع ليه وظيفة وليه روح مختلفة. تعال اما احكي لك الحكاية. معابد للإله زي الكرنك ودندرة، ودي كانت بيوت للإله نفسه بتتعامل فيها الطقوس اليومية. ومعابد جنائزية زي الدير البحري، معمولة عشان الملك يعيش للأبد حتى بعد موته. ومعابد شمسية معمولة على حركة الشمس ومرتبطة بالوقت والبعث والنور. ومعابد حدودية زي أبو سمبل، رسالة سياسية قبل ما تكون دينية، إحنا هنا وإحنا أقوياء. الغريب فعلا ولا معبد فيهم شبه التاني، كل معبد ليه اتجاه مختلف وليه تصميم خاص وليه سبب محدد للبناء. في معابد الشمس تدخلها يومين في السنة بس وتنور تمثال معين وتسيب الباقي في الضلمة. وفي معابد اتبنت على مدار أكتر من 2000 سنة زي الكرنك، شارك في بنائه أكتر من 30 فرعون، كأنه سجل تاريخ كامل متحول لحجر. وفي معابد النقوش فيها مش بس دينية، دي خريطة فلكية ومعلومات طبية وتوثيق للحروب. المعبد كان مركز ديني ومركز علمي وسياسي ومخزن معرفة. الكهنة جوه المعابد كانوا فلكيين وأطباء ومهندسين، يعني المعبد كان جامعة العصر القديم. والأغرب إن المصري القديم ما فصلش بين الإنسان والكون، خلى الأعمدة شبه النباتات، والسقف زي السماء، والأرض زي الخلق. يعني وانت واقف جوه المعبد، انت واقف جوه نسخة مصغرة من الكون، وانت جزء منها مش متفرج. المعابد المصرية مش بتقول احنا كنا عظماء، هي بتسأل ازاي الإنسان قدر يفهم الدنيا للدرجة دي. والحلقات الجاية مش هتكون عن المعابد كفكرة عامة، احنا هنقف قدام كل معبد لوحده ونفهم ليه اتبنى وليه لحد دلوقتي واقف وبيخلي اللي قدامه يسكت. لو عجبتك الحكاية قولي احكي يا نونا.